الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ صلاة الغائب وحفل التأبين على روح سعادة السفير فقيد الأمة المصرية جميعها السفير إبراهيم يسري، الفارس الذي لم يترك مجالا للدفاع عن مصر وحقوق مصر ومقدرات مصر إلا وسلكه حتى آخر يوم في عمره. الرجل الذي ساهم في إعادة جزء غالي من أرض مصر وهو طابة. الرجل الذي رفض التفريط في مقدرات مصر من الغاز. الرجل الذي رفض التفريط في أرض مصر في قضيتي تيران وصنافير. نبدأ بكلمات للسادة الحضور مع كلمة للأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نؤبن اليوم وننعي إلى الأمة الإسلامية والعربية هذا المكافح المناضل سعادة السفير الدكتور إبراهيم يسري، ذلك الرجل الذي يعد علامة فارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ تلك المعارضة المصرية التي جابهت الانقلاب العسكري، واستطاع بكل قوته رغم أنه على أعتاب التسعين أن يقوم بكل عمل يؤدي إلى الحفاظ على هذا الوطن وعلى مقدراته، بل نستطيع أن نقول أنه كان يدفع من جيبه حتى يقوم بالدفاع عن تلك القضايا، ورفع هذه القضايا المتنوعة سواء تعلقت بموارد مصر وغازها ومياهها أو تعلقت بأرض مصر. كل ذلك كان في همه وفي عقله وفي وجدانه، وظل يكافح إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يوسع مدخله. اللهم ارحمه رحمة واسعة واعف عنه وأكرمه وارحمه يا رب العالمين. في هذا الإطار فإنني لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أوفي هذا الرجل الفارس المقدام كل ما فعله لهذا الوطن، وأقل ما نستطيع أن نفعله أن نواصل أن نذكر بسيرته، أن نذكر بوطنيته، أن نؤكد على رمزيته. ومن ثم فإن هذا لا يعد أبدا عملا أخيرا سنقوم به، ولكننا سنواصل العمل
ونقيم الورشات والندوات فيما يتعلق بتلك الكتابات، لأنه كان مؤلفا عظيما أراد أن يحفظ حقوق مصر ليس فقط في القضاء ولا في القضايا التي قام برفعها ولا في تلك الاحتجاجات التي قام بها، ولكنه أثبت ذلك في كتب عدة استطاع بها أن ينور الناس ويؤكد على التمسك بهذه الحقوق. غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله السفير إبراهيم يسري الذي تعلم منه كل من شارك في العمل العام لمدة سنوات، واتفق عليه الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. والآن مع كلمة للدكتور طارق الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسعنا في هذا المقام ونحن نودع الأب الروحي للمناضلين المصريين من أجل الحرية والكرامة، ونحن نودع الأب الوفي للاصطفاف الوطني، ونحن نودع أحد الآباء الرئيسيين لثورة يناير العظيمة، ونحن نودع مؤسس الجبهة الوطنية المصرية، أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يجازيه الله خير الجزاء عن مصر وعن شعبها، وأن يجازيه عن جهاده الطويل ونضاله المستمر من أجل كل القضايا الوطنية والعربية والإسلامية، وفي القلب منها قضية فلسطين. وداعا للبطل الذي لم يغادر الميدان إلا في 90 وظل مناضلا طوال حياته، وداعا للرجل الذي غادر الدنيا وهو في قمة تألقه في الدفاع عن كرامة مصر وعن حريتها وعن شعبها. الحقيقة أننا لا نتوقع أن تكرمه الدولة اليوم أو أن تكرم مثواه في هذه الأيام، لكن مثل هذا البطل لا يحتاج إلى تكريم الدولة، لأنه قد كرم نفسه بنفسه بالدفاع عن كرامة مصر في كل المواقف، وقد كان كريما شجاعا بطلا وقف في كل المواقف الشريفة وهو يقول هذه مصر وهذه مكانتها التي يجب ألا تتراجع عنها. ونحن نودع هذا البطل الفارس، لا يسعنا إلا أن ندعو إلى تخليد ذكراه وإلى أن يكون نموذجا للعمل الوطني غير المنحاز لأي تيار وغير المنحاز لأي أيديولوجية، ولكنه ينحاز للوطن ولكرامته ولمستقبله. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن مصر وشعبها خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الأمة المصرية والعربية والإسلامية بوفاة الراحل العزيز الحبيب سعادة السفير إبراهيم يسري. السفير إبراهيم يسري كان مؤسسة في شكل رجل واحد، وما قام به من مؤلفات، ما ألفه من مؤلفات وما قام به من نشاطات تعجز عنها المجامع والمنظمات. بعض كتبه يحتاج إلى فريق بحثي كامل، ولكن كتبها لوحده. وقوفه في مسألة بيع الغاز لإسرائيل، لو أننا أحببنا أن نقوم بهذا الأمر لشكلنا لجنة من عشرات الأشخاص لكي تصل إلى نفس النتيجة التي قام بها لوحده، مؤيدا بدعوات ملايين المصريين وبجهده الكبير وعزيمته التي لا تكل. هذا الرجل كان مؤسسة لا يمكن الانضمام له، مؤسسة من شخص واحد، وما نستطيع أن نفعله أن ندون سيرته وأن
ننشر كتبه وأن نترجمها لعدة لغات وأن نستفيد بمنهجه وأن نتوحد طبقا لدعوته للاصطفاف الوطني، وأن نذب عنه وأن نمنع عنه تشويه أي مشوه من الذين لا يتركون رمزا وطنيا دون أن يهدموه، ولا يتركون رجلا نقيا دون أن يشتموه. نعزي أسرته وتلامذته وأحبابه، ونسأل الله أن يستجيب وأن يتقبل لكل هذا العمل الصالح الذي خدم به مصر وخدم به فلسطين وخدم به الأمة العربية والإسلامية، بل خدم به الإنسانية كلها. شكرا جزيلا. نعم، ستبقى أعمال السفير إبراهيم يسري خالدة في التاريخ تتوارثها الأجيال المصرية لينير لهم الطريق. والآن مع الشيخ عصام تلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. رحم الله السفير إبراهيم يسري الذي أثبت بحياته ووفاته أن العجز ليس عجز سن، وأن العجز ليس عجز مال، وأن العجز ليس عجز أفراد، إنما العجز عجز إرادة. في سنه الكبير الطاعن في السن وأمراضه التي تكالبت عليه ونهشت في جسده التي لم تنهش ولم تنل من إرادته، أثبت هذا الأمر أن قد تكون شابا ضعيفا خائرا، وقد تكون العزيمة والإرادة في شيخ مسن تمسك برسالته. هذا ما أثبته السفير إبراهيم يسري رحمه الله، أن العمل والإرادة والإصرار إلى آخر رمق في حياة الإنسان هو ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها وله بذلك أجر. العمل إلى آخر رمق في حياة الإنسان، هذا هو سلوك الإنسان المسلم. يعمل وإن كان وحده، يعمل وإن خوفه الناس، يعمل وإن لم يكن معه أحد في مصر. رأينا أناسا خافوا من بطش السلطة في سن الرجولة وفي سن الشباب وفي المنع من مناصبهم، لكنهم لم تكن هذه المناصب ولا السن حافزا لأن يقول كلمة الحق، بل كانوا خوارا آثروا السلامة في أنفسهم وفي أهليهم وذويهم. إلا أن السفير إبراهيم يسري وحده في مصر آثر إلا أن يلقى الله عز وجل بعمله: وعجلت إليك رب لترضى. لا نقول وداعا السفير إبراهيم يسري، بل نقول إلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. ننعي اليوم السفير إبراهيم يسري رحمه الله، هذا الرجل العظيم والذي ولد عام 1930 وتصدى لمناصب رسمية، منها نائب وزير الخارجية المصري وسفير مصر في الجزائر وغيرها من وظائف وطنية. وهذا الرجل تصدى لكل ما يمس السيادة المصرية، بدءا من رفضه لمعاهدة كامب ديفيد الذي تنازل فيها السادات عن كثير من السيادة المصرية، ثم كان بالمرصاد للتنازل عن غاز مصر، فرفع قضايا ضد هذه الخيانات التي حدثت من طرف ساسة مصريين، وكذلك في قضية طابة، وكذلك في قضية تيران وصنافير، وقضية مياه نهر النيل التي أراد النظام المصري الآن بمعاهدة مجحفة أن يتنازل عن حقوق مصر التاريخية. فوقف هذا الرجل سدا منيعا وزاد بنفسه وبكل ما يملك، كونه دبلوماسيا، كونه محاميا، كونه مناصرا لكل قضايا الأمة المصرية. فكان هذا الرجل أمة بمفرده، نموذجا يحتذى به، قدوة لكل أجيال الدولة والأمة المصرية لكي يحتذوا برجل وطني يحمل كل معاني الوطنية، السفير إبراهيم يسري رحمه الله.